اهلا بيكم مع فيديو جديد. معاكم سدرة المنتهى، والنهاردة من حديقة أنتونيادس هنعرف كل التفاصيل عن فسحة حديقة أنتونيادس. بس ما تنساش تدعمني بالاشتراك في القناة لو أول مرة حضرتك تشرفني، وما تنساش اللايك كتير 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 والتعليق علشان أنا بتعب جدا في تصوير الفيديوهات. يلا بينا دلوقتي ندخل الحديقة ونشوف كل التفاصيل عن حديقة أنتونيادس. موجودة فين حديقة أنتونيادس؟ موجودة في عزبة سعد في سموحة بجوار حديقة الحيوان بالظبط. سعر التذكرة في حديقة أنتونيادس 15 جنيه للفرد. أول ما بتدخل على طول بتلاقي عربيات الجولف مستنياك للي حابب يدخل يتنزه جوه او يروح مكان بعيد ويقعد هناك. سعر الفرد في عربية الجولف 10 جنيه. ونسيت اقول لكم كمان ان العربية الملاكي بتدخل جوه أنتونيادس ب20 جنيه بالباركينج. عايزة اقول لكم حاجة، انا رحت المنتزه ورحت أنتونيادس، لا فرق كبير جدا جدا هتحسوا في أنتونيادس جميلة جدا والجو رائع وهادي كده، وتحس ان هو فعلا جو عائلي، وكمان الفسحة فيه ولا اروع، احلى من المنتزه وكمان ارخص منه، لان سعر التذكرة ب15 جنيه والعربية ب20 جنيه. حضرتك بتدخل بالعربية جوه، بتتنزه بعربيتك الملاكي، والباركينج جوه فري تبع التذكرة، مش زي المنتزه بتدخل ب25 جنيه والباركينج بتاع العربية 50 جنيه، ومش بتقدر تطلع تتنزه بعربيتك نهائي في المنتزه زي زمان. هندخل بقى في تفاصيل الحديقة. الحديقة دي تعتبر من أجمل الأماكن اللي ممكن تقضي فيها يوم جميل مع أولادك والأسرة، لأن هي فعلا بتحس بالجو العائلي والدفء. الجو العائلي موجود جوه، بتدخل طبعا بالاكل بالمشروبات بكل حاجه، مفيش ممنوع، بالرغم ان في موجود كافيهات كتيره جدا موجوده جوه للقهوه والاكل والتيكاوي السريع والسندوتشات وكل حاجه، بس الاسعار غاليه شويه. لكن انت ممكن تاخد اكلك، بتاخد الشاي، بتاخد القهوه، بتاخد كل حاجه معاك. انا شفت ناس اصلا واخده سبرتايه القهوه بتعمل قهوه عادي خالص، وفي ناس كانت بتشوي كمان جوه حديقه أنتونيادس. يلا بينا بقى نعرف اكتر عن الالعاب اللي موجوده هناك. طبعا في زي ما حضراتكم شايفين في تأجير عجل كتير جدا، اكتر من مكان ممكن تأجر فيه عجل. طبعا العجل زي ما حضراتكم شايفين مش للاطفال بس، لا ده الكبار اكتر من الاطفال ممكن يلعبوا بالعجل في حديقه أنتونيادس. المكان جميل جدا، انصح اي حد جاي اسكندريه او اهل اسكندريه اصلا ان هم يروحوا يقضوا يوم جميل جدا. النهارده خلاص تقريبا بدأت اجازات بقى نص السنه والزحمه. الجو كان جميل جدا في اسكندريه على فكره، بالرغم ان احنا تقريبا في نوة الغطاس، لكن مفيش شتاء مفيش سقعة. الجو كان درجة الحرارة مرتفعة شوية النهاردة حقيقي، والشمس كانت طالعة، وكان زحام جامد جدا جدا في الحديقة النهاردة. أنتونيادس أنا مع التطوير جدا فيها، هي فعلا بقت أحسن من الأول وأجمل من الأول، عكس المنتزه بنقول القديم كان احلى. وتقريبا اللي هيفهم كلامي اي حد كان بينزل المنتزه كان ليه ذكريات هناك كتير، حس بالفرق. لكن الأنتونيادس حقيقي التطوير فيها حلو جدا جدا عن الاول. المكان بقى قطعة من اوروبا حقيقي، انا مش ببالغ، لا هي فعلا بقت احلى من فسحة اوروبا كمان. الحديقة في منتهى الروعة، في منتهى الجمال. في مكان من أول ما بتدخل البوابة في مكان لحديقة الزهور، بس ديت سعر التذكرة فيها 10 جنيه لوحدها خالص بره يعني بتدخل ب15، وعايز تدخل حديقة الزهور بتدخل ب10 جنيه بس. حديقة الزهور أنا شفتها يعني مكان عادي جدا، بره أحلى منه
ده وجهة نظري. طبعا الطفطف كان جميل جدا جدا وشكله مبهج، وعلى فكرة بتركب انت واطفالك، مش الاطفال بس، لان هو عبارة عن زي ما حضراتكم كده شايفين عربيات صغيرة جنب بعضيها، كل عربية بيكون فيها انت واولادك مستقلين. سعر التذكرة فيه للفرد الواحد 15 جنيه، بيلف بيك الحديقة كلها. زي ما قلت لحضراتكم، تأجير العجل مش للأطفال بس، لا للكبار كمان. والأحسن من كل ده إن الأطفال بيلعبوا بكل هدوء، وكمان مفيش خوف عليهم. الأسر زي ما حضراتكم شايفين والأولاد بيلعبوا حواليهم، مفيش أي قلق خالص في الحديقة. جو العائلات جميل جدا جدا زي ما حضراتكم شايفين الزحمة الكتيرة النهاردة في بدايات أجازات نصف العام. هنروح بقى أماكن تانية خالص في الحديقة. الأماكن ديت بصراحة عجبتني جدا جدا، دي أماكن مخصصة للعبة الراكت وألعاب كرة القدم، وكمان يعني العاب جميله جدا وللكبار والصغار وكده. انا سالت لكم طبعا عن الاسعار، لقيت الساعه او الملعب بيتاجر بالساعه، الساعه عامله 300 جنيه. طبعا 300 جنيه حضرتك بتتشارك معاهم مع اصدقائك، وبتروح تاجر الملعب ساعه، وبتلعب انت واصحابك في خلال الساعه ديت في ملعب خاص بيك. طبعا العاب كتيره جدا. لا المكان بصراحة عجبني جدا جدا بعد التطورات، وما زال لغاية الآن في تطورات كتيرة جدا، وفي شغل لسه موجود في حديقة أنتونيادس، ولسه العمل ما زال قائما لغاية الآن. نسيت اقول لكم على المواعيد بتاعه فتح الحديقة وغلق الحديقة. سألت لقيت المواعيد 24 ساعة. انا حتى استغربت، قلت له يعني ايه 24 ساعة؟ قال لي الحديقة مفتوحة 24 ساعة، يعني ممكن اي اسر عايزة تروح تسهر لغاية الصبح، عادي متاح ان انت تروح تسهر لغاية الصبح في حدائق أنتونيادس. دي عربيات الجولف زي ما قلت لحضراتكم، دي بتلف الحديقة كلها من أولها لآخرها، للفرد الواحد 10 جنيه. في مكان بقى مخصص كده عجبني جدا، بس لسه في أعمال تطوير قائمة لغاية الآن، حتى هتلاقوا معظم التماثيل مغطاة في المكان ده أو في التصوير. المكان ده في تماثيل يونانية شكلها ولا أروع. التاريخ كله والحضارة كلها موجودة في المكان ده. أنا عاملة فيديو مخصوص فيه عن الحضارة اليونانية اللي موجودة في حديقة أنتونيادس. طبعا ده من ضمن التذكرة اللي بتدفعها من 15 جنيه بتدخل. المكان ده برضو من ضمن التذكرة، مفيش تذاكر تانية، بتتجول في كل الحديقة ب15 جنيه فقط. اسيبكم بقى كده مع جمال أنتونيادس، وما تنسوش زي ما قلت لحضراتكم تدعموني بالاشتراك في القناة، لان القناة لسه صغيرة وانا سبتها فترة شوية علشان تعب والدتي، بس ان شاء الله هرجع لكم بقوة تاني.